اسمع السيد عبد الحفيظ بيقول ايه على البنا وتاريخه الاسود مع الزملكاويه. الراجل ده يا جماعه بيخرس اي زملكاوي يقعد قدامه. يلا بينا تعالى نسمع. سوري اسف محمود البنا لما تيجي تتكلم عليه يعني تتكلم على وقائع تاريخيه، يعني تتكلم على وقائع تاريخيه. محمود البنا في اللقاءين زي ما الاستاذ الخضري بيتكلم مش الزاما عليك ان لما الفار يجيبك ان انت تحسبها بلنتي. محمود البنا حكم في تاريخه مع النادي الاهلي اثنين، مع الاهلي والزمالك مرتين. المرتين بضربتين جزاء مش هو اللي حاسبهم، الفار اللي جابه وهو حسبهم. اوكي، والاثنين ما كانوش ضربتين جزاء خالص. واحده في مباراه 2-1 بتاعه علي لطفي الشهيره، وواحده ثانيه في مباراه 4-1 لو تفتكرها. اوكي، محمود البنا في مباراه المصري 2021 جابوه في الدقيقه 51. الفار اللي جابه في الدقيقه 51 في بنالتي لزيزو لو انت فاكر، وكانت فاول قبليها وهو حسبها برضه. محمود البنا في اللقاء الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز، في لقاء الشهير ده بتاع يوم 11/10/2020 طرد عمرو سوليه في الدقيقه 17 بناء على الفار. هو ما حسبهاش اصلا فاول، ما حسبهاش فاول اصلا. الفار جابه وراح طرده من الدقيقه 17. هو محمود البنا. محمود البنا بيبقى حلو وجميل ولذيذ وطعم وابن حلال لو الكره لصالح الزمالك، ابن 60 في 70 ومأذون ومالوش في التحكيم خالص وياخد 6 اشهر لو الموضوع للاهلي. الاهلي موجه عشان الاهلي الافضل، الاهلي الاحسن، الاهلي الاشرس. الزمالك مش هيبقى مش موجود في الموضوع الا في حاله التحكيم بس. مش هتلاقي اي اعتراض حتى لو هو مش طرف فيه. يعني لو انا اللي بتكلم النهارده في الزمالك وبيراميدز وجيت اتكلمت هيقول لك يا عم انت مالك انت، هو انت طرف في القصه زي ما حصل. تمام. يعني النهارده كل الناس بتتكلم. لا طرف القصه ثانيه واحده بس. لا طرف القصه. لا انت قلت الزمالك، ما انت انت قلت طرف. اول كلمه تعادل النهارده مين اللي مستفيد منه؟ انت اول كلمه قلتها للاستاذ ابراهيم قلت له انا ما اعترضتش. انت بتقول الزمالك مش طرف، بقول لك طرف. انا معلش سيب الكابتن سيد يكمل كلامه. طب معلش ما عشان بس يبقى في اول كلمه قالها الاستاذ خضر الاستاذ ابراهيم قال له انا ما قطعتش. خلاص يبقى انت ما تقطعنيش خالص. طارق حامد في مباراه الزمالك، استنى بس. طارق حامد في مباراه الزمالك وبيراميدز كان فتح الله موجود اساسا في اللقاء بتاع 1-1 بتاع جهاد جريشه. جاب لمصطفى فتحي شاشه، جاب له في وشه شاشه، اداله كوع، جاب له في الدقيقه 86 جاب له شاشه. عارف لما تجيب لواحد شاشه في وشه؟ جاب له شاشه وما اتطردش وما فيش مشكله وما حدش والاهلي ما اتكلمش لان المباراه كانت تخص بيراميدز والزمالك. انتوا مالكم؟ احمد ربنا ان الكره دي لها رولز وقوانين. الكره دي لو على الفيسبوك والاعلام والكلام ده في الحته المصريه دي، اقسم بالله الاهلي ما هياخد حاجه. اقسم بالله انت لو جبت احصائيه بس، احنا اللي الناس بنترفع كده وده مش صح اساسا. يعني حتى لو هلوم اي حد من الناس المسؤوله ده مش صح. انت لو عملت احصائيه حتى على الاعلاميين اللي موجودين، كل اللي ماسكين يعني 90% من اللي ماسكين برامج رياضيه يعني مش اهلاويه، زملكاويه. هات كل القنوات، تمام، هتلاقي واحد اتنين وعلى استحياء وناس طيبه وكيوت، والباقي كله هو ده اللي بيعمل حاله. لكن الرولز والقوانين واللوائح والتحكيم والكلام ده لا، مش هتخش لي معاها بقى، لان ده رولز، قانون. الفيفا عامل قانون، فالاهلي بيستفاد من القانون، مش بالكلام والفيسبوك. زي ما قلت لك النهارده هتلاقي اصل ايه ده الاهلي موجه. الاهلي موجه ايه؟ هو الاهلي وجه ماتش الاهلي الزمالك والبنك الاهلي في الدقيقه 91. الحكم محمد عادل بيتكلم مع ميدو بيقول له الله يخرب بيتك يا ميدو، ده الكوره ده ابراهيم اللي عرض جاي من الارض، يخرب بيتك يا ميدو، ده جاي من الارض وبينزل يحسبها. كان الفار حلو قوي ساعتها. الاهلي ما قالش ان هو موجه. يعني احقاقا للحق برضه في المباراه دي كان الزمالك برضه كان له ضربه جزاء وكان له بس الواقع هو عليه يعني برضه الواقع صعوبتها فين؟ ان الفار نفسه انا ما اتكلمتش. يعني الاهلي ساعتها ما اتكلمش، كان ساعتها حلو، ما كانش طرف في الموضوع. الاهلي ما كانش طرف في الموضوع. طيب. لكن انت اول حاجه هتخش لها في الاهلي واي ماتش على فكره، اي ماتش. استاذ احمد فعلا الكابتن سيد ده قاموس اقسم بالله، وبيخرس اي زملكاوي يقعد قدام منه. تاريخ. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ابعتها له.